احسن حاجة. وده عشان انا اكيد معايا لسه المايك بتاع الهيدفونز، ولكن ان شاء الله قريب اوي اوي في مايك مخصص لتصوير النوع ده من الفيديوهات، بتبقى الكواليتي بتاعت الصوت فيه احسن بكتير جدا. فانا عارف زي ما قلت لكم ان هو مش هيبقى احسن فيديو، وده كمان مش عشان هو اول فيديو بس، ولكن عشان انا من بدري وانا متحمس جدا اني ابدأ التجربة دي، ولكن كل شوية كنت ببقى مكسل او مش قادر ان انا اعمل الحاجة دي دلوقتي. وده طبعا بسبب ظروف شغلي، او اني خارج مثلا فما عنديش وقت لان برجع متأخر فبنام. فبما ان بكرة اجازة عندي من شغلي وكنت قاعد زهقان مش بعمل حاجة، فقلت طيب انا ابدأ بقى اصور فيديوز ASMR، ومش مش هعمل اي حاجة زيادة، او يعني ما كنتش قادر ان انا اجهز اي حاجة زيادة عشان خاطر ما احسش ان انا مكسل. فكل اللي عملته ان انا جبت الترايبود بالرينج لايت وطلعت برا في الصالة، قعدت على الكنبة وبدأت تصوير. فعشان كده انا عارف ان لسه في حاجات كتير اوي محتاجة ان هي تتظبط وتتعدل، ولكن اكيد اكيد قدام بدعمكم وتشجيعكم كل ده هيتغير. هيكون في كمان سيت اب احسن من كده، باك جراوند احسن من كده، هيكون اكيد في طبعا اضاءة احسن برضو من كده. حتى لو الاضاءة دي كويسة قولولي يعني، او وحشة قولولي برضو. وطبعا الاهم من ده كله المايك اكيد، وده اول حاجة انا حاططها في اولوياتي. وزي ما قلت لكم بدعمكم وبتشجيعكم ليا انا اكيد فعلا هيبقى دايما عندي دافع ان انا اطور من نفسي واحاول ان انا اتحسن في التايب ده من الفيديوهات. وده لان اكيد كل اللي بيتفرجوا عليا هما بيحبوا النوع ده من الفيديوهات زي بالظبط. انا عمري في يوم ما كنت اسمع عن ال ASMR ولا عارف هو ايه اصلا، لحد ما في يوم سمعته بالصدفة وانا بقلب بالليل. دايما متعود قبل ما انام بمسك الموبايل، فكنت بقلب في اليوتيوب لحد ما في مرة لقيت فيديو من الفيديوهات دي وفتحته، ولقيت ان هما بيتكلموا بأصوات خافتة جدا هادية اوي اوي اوي. وكان في منهم اللي بيعملوا inaudible whispers او ما يسمى بالهمسات الغير مفهومة، لحد ما لقيت نفسي حاسس بإحساس ان انا مرتاح او في هدوء. ده غير طبعا ان كل اللي بيتفرجوا على ASMR هيبقوا عارفين جدا انا بتكلم فيه، الا وهي ان الاصوات الهادية دي والويسبرز دي بتعمل زي تينجلز كده في الجسم، او يعني اشعار بتحس ان جسمك مقشعر، او بتحس كأن مخك نفسه فيه اشعار او زي زغزغة كده. فانت بتحس ان انت مرتاح وهادي، بتحس ان الاصوات دي بتريلاكس كده، بتديك احساس من الهدوء والاسترخاء. فلقيت نفسي كملت الفيديو لحد اخره، واستغربت ان انا كملته لحد اخره لانه كان حوالي 11 دقيقة او اطول من كده مش فاكر قوي، بس ما كانش يعني فيديو قصير ولا طويل قوي. اللي استغربته ان انا لقيت اني عايز اكمل الفيديو للاخر، وحسيت ان انا كأني خلاص فعلا بدأت انام او انعس، لحد ما دخلت على نفس الشانل دي وجبت فيديو تاني، ولقيت نفسي ما كملتش 3 أو 4 دقايق من الفيديو. وبعد كده نمت لحد ما صحيت تاني يوم، لقيت الموبايل جنبي على السرير والهيدفونز في ودني
من ساعتها وانا بطلته. ولما اكتشفت الفيديوز ال ASMR بقت من ساعتها هي اكنها النايت كالم بتاعي. ودي حرفيا مش مبالغة، انا واثق ان كل اللي بيتفرجوا على الفيديو دلوقتي او اي حد بيحب يتابع ASMR هيبقى فاهمني جدا جدا جدا. فمن ساعتها فعلا وانا حبيت النوع ده من الفيديوهات، وبقيت مهتم جدا جدا اني اشوفه، لدرجة ان انا بقيت اي حد بيعمل ASMR بقيت اخش اتابعه واخش اشوف ايه الافكار الجديدة اللي بيقدمها، عشان خاطر كل فكرة جديدة بقت بالنسبة لي نوع بيقدم لي نوع ريلاكسيشن معين انا برضو بحس بيه براحة اكتر. لحد كمان ما اكتشفت ان في ASMR او فيديوهات ASMR بالعربي، ودي كانت اكتر حاجة بسطتني، ان في ناس سواء مصريين او عرب بيقدموا التايب ده من الفيديوهات. لان انا لما بدأت اتفرج على ASMR من حوالي 3 او 4 سنين، مش متذكر اوي بصراحة بس من فترة كبيرة، كانت الفيديوهات كلها بالانجلش، واللي كانوا بيعملوا اجانب مش عرب او مصريين. بعد كده بدأت اكتشف ان في ناس عرب، وبعدين اتبسطت جدا 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 لما عرفت ان في مصريين كمان بيعملوا، سواء بنات او ولاد. فده اللي شجعني وخلاني ان انا اقول طيب ليه انا كمان مبدأش اصور الفيديوز دي او اعمل نفس الفيديوز دي، بما اني انا بحبها، وبما اني انا كمان اقدر ان انا اعمل نفس النوع ده من الفيديوز. اكيد مش بنفس الكفاءة ولا بنفس الكواليتي بتاعت اي حد مشهور دلوقتي، ولكن اللي كنت بقوله لنفسي ان هم اكيد لما كون بدأوا برضو بدأوا ان الفكرة جات لهم كده، وقالوا طب ليه لأ ما نبدأ، حتى لو الحاجة بسيطة اللي معانا، حتى لو معناش اي حاجة لسه. فده اللي شجعني ان انا ابدأ اصور الفيديوهات دي. فعلشان كده انا بطلب منكم اني لو تقدروا تساعدوني انكم تكتبوا في الكومنتس ايه اكتر حاجات انتوا محتاجيني اتطور فيها، وايه اكتر حاجات محتاجين انها تكون موجودة في الفيديوهات اللي جاية. ده هيساعدني جدا ان
انا اشتريتها بما اني حد عنده اوبسيشن الشراء، او عنده هوس ان انا اقعد اشتري في حاجات سواء كانت حاجات لبس. انا بحب اللبس جدا، وبحب اي حاجة ليها علاقة بالبرسونال هايجين، برفيومز، سكين كير، بيرد كير، اي حاجة. ف ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون فيها ريفيوز على برودكتس انا اوريدي اشتريتها ووصلتني ولسه ما فتحتهاش ولا جربتها، فهيكون انتوا الدافع اللي يخليني افتح واجرب الحاجات دي عشان اجربها معاكم واقول لكم فيها كمان رأيي بكل صراحة، واقول لكم الحاجات دي بتستعمل في ايه وازاي وكل ده. فزي ما قلت لكم انا عندي ان شاء الله افكار كتيرة جدا وحابب ان انا بجد انفذها كلها، بس كل ده مش هعرف اعمله من غير ما الاقي فعلا حد يشجعني او يدعمني بتعليقات ايجابية من عدة ان يقولي او يساعدوني الحاجات اللي محتاجة تتطور عندي، والحاجات اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها او اجيبها عشان اقدر ان انا اقدم فيديو ASMR محترف وبشكل فعلا يكون ريلاكسينج لأي حد بيتفرج عليه. انا مش حابب بصراحة اطول اكتر من كده، ولكني حاسس اني اوريدي اصلا طولت. زي ما قلت لكم اكيد هيبقى في فيديوز تانية اكتر. الفيديو ده ما هو الا فيديو تعارف، واكيد هيبقى في فيديو تاني اتعرف او اعرفكم فيه بنفسي اكتر واعرفكم انا مين او بعمل ايه، او يعني فيديو نتعرف فيه على بعض زي ما قلت. ولكن خلينا نكتفي النهارده باللي انا قلته لغاية دلوقتي، وان هو يكون مجرد introduction بسيطة كده عن اللي هيبتدي لسه يتصور قدام ان شاء الله. اتمنى اني اكون خفيف على قلوبكم، اتمنى اني ما اكونش ازعجت حد بصوتي او ازعجت حد بالاضاءة ان هي تكون قوية او حاجة، او ان الصوت ما كانش واطي كفاية او هادي كفاية. اتمنى ان برضو لو في اصوات في الباك جراوند ديت كل ده انا اشتغل عليه. هو يمكن الصوت الوحيد هو صوت القرآن، ولكن ده الصوت اللي مش هقدر بصراحة ان انا اغطيه، عشان احنا دايما بصراحة سايبين القرآن شغال في الصلاة عشان يعني بنحس بهدوء وراحة اكتر طول ما في الراديو شغال في الصلاة على القرآن. ف كل ده طبعا لما تقولولي عليه انا هبتدي اشتغل عليه اكتر. انا هكتفي بهذا القدر عشان مقعدش اصدعكوا اكتر من كده، واكيد ان شاء الله قريب جدا 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 اصور لكم فيديو تاني وهيكون احسن من ده بكتير ان شاء الله. وحتى لو ما طلعش احسن